بعد ما اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن اهميه التقويم، المطلوب منك انك تعمله بعد ما ركبت تقويم في اسنانك. اول حاجه لازم تكون منتظم وملتزم جدا في مواعيد اللي الدكتور هيحددها لك لشد التقويم. تاني حاجه بفكرك ان احنا قلنا ان التقويم بيخلي بقايا الطعام تمسك على الاسنان بصوره اكبر، فده بيخلي اسنانك عرضه للتسوس، وعشان كده لازم تحمي اسنانك بانك تنظف بقايا الطعام من على جهاز التقويم من على اسنانك بعد كل وجبه. وده اللي انا جاي اقوله لك النهارده واشرحه لك ازاي تنظف اسنانك من بقايا الاكل بالشكل السليم اللي يحمي اسنانك من التسوس طيل فتره التقويم. في الاول لازم تبقى عارف ان احنا بننظف بقايا الاكل من على الاسنان وكذلك من على اجزاء جهاز التقويم، زي ان احنا بننظف بالفرشه اعلى فصوص التقويم وكذلك من اسفل الفصوص نفسها، لان بقايا الاكل بتتحشر خلف الاجزاء الصغيره بتاع جهاز التقويم. عشان كده انت محتاج تاخد وقتك في تنظيف بقايا الاكل والتاكد من ازاله كل اجزاء الاكل. في الاول لازم بنختار فرشه متوسطه الحجم ونحطها على الاقل بزاويه 45 تقريبا، ونبدا نحركها بشكل دائري فوق الفصوص نفسها، وكذلك بنعمل تدليك للجزء بتاع اللثه، ولازم على الاقل كل جهه تاخد لها مده 30 ثانيه. الاستعجال مش مطلوب في حاجه زي كده. بعد كده بننتقل للجزء اللي من اسفل فصوص التقويم لغايه ما نتاكد ان احنا شلنا كل بقايا الاكل. بعد كده هيتبقى فيه ممكن بقايا اكل بين الفصوص وبعضها محشوره بين السلك وبين الاسنان. ساعتها بنستخدم حاجه اسمها انتردنتال براش، ودي فرشه كده بتدخل في الاجزاء الضيقه اللي انت ما عرفتش تنظفها بالفرشه العاديه. الفرشه دي هتقدر تنظفها لك وتزيل كل بقايا ممكن تكون موجوده انت ما عرفتش توصل لها.